بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. هذه رسالة أوجهها لأولئك الذين للأسف يشاركون النصارى في احتفالات ما يسمى أعياد الميلاد عند النصارى وليس عند المسلمين. هذا عيد بالنسبة للنصارى مقدس، عيد مرتبط بعقيدتهم، بدينهم، بتاريخهم، عيد له طقوس، له شعائر، له معنى كبير عند النصارى. الغريب أن بعض المسلمين يشارك النصارى بهذا العيد وهو لا يفهم ما معنى هذا العيد أصلا. هذا مرتبط بقضية الميلاد التي يختلف المسلمون عن النصارى فيها كلية، ومع هذا يشاركونهم في احتفالاتهم. على أي شيء تحتفل أيها المسلم، أيها الموحد؟ هل تؤمن بالميلاد الذي يحكيه النصارى بطريقته وبمعناه وبمن ولد من؟ هل تؤمن بهذا المعنى أم أنك تشارك هكذا ولا تدري؟ بعضهم يقول يا شيخ بس هي فقط مشاركة، وهي يعني من باب إدخال الفرح والسرور عليهم، مثل ما يشاركون بديننا نشاركهم بدينهم. هم يقولون عيدكم مبارك، وأنا نفس الشيء نهنئهم بأعيادهم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ليس لأنهم هنؤونا نهنئهم، يكفي أنك تتشبه بالنصارى بهذا الأمر حتى تكون منهم. احذر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. خاصة من يتشبه بعباداتهم، بعقائدهم. تقول لي أنا ما أدخل كنيسة، حتى لو العيد مظهر من مظاهر الدين. من تشبه بالنصارى بهذا المظهر فكأنه منهم. حتى حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمة من اتباع عادات وطرق وسنن الأمم الأخرى. قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. مسلمون موحدون في أيام يسمونها الكريسماس يضعون على أبوابهم ومحلاتهم وأسواقهم شجرة الكريسماس يسمونها. تتعجب أحيانا، هل هؤلاء مسلمون أم أنهم نصارى؟ اختلط الحابل بالنابل. تدخل بعض فنادق المسلمين هذا الزمن تشك أنك في دولة خليجية أو دولة عربية ومسلمة، والله تشك. بل ربما تذهب إلى بعض الفنادق في أوروبا ما تجد الزينة والأشجار مثل ما تجدها عندنا. بل هل تصدقون أن أغلى شجرة كريسماس في التاريخ كله وجدت هذه السنة في فندق في دولة خليجية؟ للأسف جعل شجرة سعرها 11 مليون دولار. 11 مليون دولار فقط احتفالا ليوم وأعياد ميلاد النصارى. في أي دولة؟ دولة إسلامية عربية خليجية. وهذا مما يصيب الإنسان منا بالضيق والحزن. إلى أي حال وصلت أحوال أمتنا؟ تلتفت في الأسواق هذه الأيام زينة، حتى احتفالهم أكثر من احتفالهم في عيد الفطر. بل والله في عيد الأضحى لا ترى لهم زينة ولا احتفالا ولا فرحا ولا سرورا في عيد الأضحى أو عيد الفطر، أعظم أيام السنة، عيد المسلمين. أما في أعياد النصارى شوف الزينة في بعض أماكنهم ومحلاتهم وأسواقهم. اليوم وصلني شعر جميل كتب فيه أحدهم يقول: في غابة أشجار الميلاد ضاعت أعراف بلادي، وظللت أفتش منهمكا عنها في غاب الميلاد. أنوار تكسو أشجارا نصبت في وسط الأكباد، تتلألأ إغراء علنا من فوق رؤوس الأشهاد. ونويل، اللي يسمونها بابا نويل الآن، ونويل يأتي مبتسما بهدايا فوق التعداد. حتى في المدارس ونويل يأتي مبتسما بهدايا فوق التعداد. والثلج الأبيض يغمرنا غطى جبلا وملا الوادي، ولبسنا ثوبا محمرا بدماء هوية أولادي. وتبجحنا في أعذار أقبح من فعل الأوغاد، فالتاجر يبغي أرباحا من بيع هوية أحفادي، والآخر يرضي أفواجا قد جاءت من كل بلاد.
والثالث يحسبه أمر تفرضه عولمة بلادي، والغابة تنمو من حولي يحصرني شجر الميلاد، وأسائل نفسي أحيانا هل لا زالت هذه بلادي؟ هل لا زلنا ندعى عربا حين نسينا لغة الضاد؟ هل لا زالت هذه أرضي أم صارت أرض الميعاد؟ فأنا أذكر شجري نخلا يثمر رطبا حلو الزاد، فأنا أذكر شجري نخلا يثمر رطبا حلو الزاد، وأنا أذكر عندي عيدا هو حتما خير الأعياد، وأنا أذكر أرضي رملا للثلج المصنوع العادي، وأنا في ذكراي إذا بي يخنقني شجر الميلاد، وإذا بي أنهض منتفضا لا لن يتنصر أولادي، سأظل أعلم أبنائي أن يأبوا عيد الميلاد، وأردد في كل مكان رغم الغابة عيش بلادي. أنا أقول صح لسان الشاعر الذي ربما لا أعرفه وبارك الله فيه: نحن مسلمون موحدون، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرا